السلام عليكم. سعيد بتقاسم التجربة ديالي مع يعني الطلبة الجداد، سواء طلبة جداد سواء اللي طلبة اللي خداو الباك هادي داك العام أو لا بهذا المعنى. آه، اليوم غنحكي التجربة ديالي في كونكور المباراة الكتابية بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة أي ليزيت. أنا كنت شعبة آداب علوم إنسانية، أي شعبة آداب، لأن كنا كنتخصصوا شعبة آداب. ميزة حسن. في المعهد الدولي للسياحة عندنا الحق حنا الأدبيين أننا ندفعوا ليه، ولكن كاينين شروط. يعني كاينة شعبة واحدة وهي مانجمنت توريستيك، والشرط الثاني هو أنه كيخصك تكون عندك أكثر من 14. يعني هذا في التسجيل تيطلبوا لك أنك تكون عندك فوق من 14 في مويان جينيرال باش أنك يتقبل التسجيل ديالك في المعهد الدولي للسياحة. الآن نحكي التجربة ديالي، يعني شنو الأغلاط اللي درتهم انني باش انني نوجد للكونكور، وشنو نقدر ننصحكم به باش ان واحد اللي مقبل انه يدوز الكونكور الخاص بليزيت. اللي كنصح به يعني معهد غني عن التعريف، معهد رائع في المجال، رائع مجال السياحة، مجال يعني تقدر دير فيه بزاف د الحوايج. وكاينين يعني والغريب في الامر اننا كنلقاو هذا المعهد هذا يعني ما معطيهاش قيمه مثلا بقي، مثلا قيمه المنسيجي، قيمه مدارس اخرى. الان ذاك العام يعني كنتسجلوا، كتكون كيخصك دير التصوره ديالك مثل هذا العام. غير يعني اللي تبدل ان ذاك العام كيخصك تدفع تصيفط الملف ديالك في البوسطه، ولكن الان غير اختياري. يعني في هذا العام 2023 غير اختياري. بغيتي تصيفط الملف يعني ممكن، بغيتي تصيفطه ما كاينش مشكل. الان كتسجل في السيت عادي، يعني كما قلت الا كانت عندك فوق 14 كيسمحوا لك باش تسجل، ما كانتش عندك ما كيسمحوا لك. هادو بالنسبه للادبيين فوق من 14. ملي كتسجل كدوز واحد المده، كيلوحوا دي بي دي اف فيهم الاسماء د الناس، وغالبا اللي عنده فوق من 14 كيعيطوا ليه يدوز. ملي كتمشي دوز الكونكور يعني كيكون الكتابي هو اللي هو كيكون فيه ساعه. شنو كيدوزو في هاد الساعه بالنسبه للمادات او لا بالنسبه لشعبات مانجمنت توريستيك؟ كاين ثلاثه د الاشياء. كاين ماده الفرنسيه، ماده الانجليزيه، وثقافه عامه. ماده الفرنسيه عندك عليها يعني هي الاعلى 40 نقطه. بالنسبه للانجليزيه 20 نقطه. الان اذا مرينا اننا نشوفوا شنو الاخطاء اللي خص الواحد انه يتجنبها، يعني نقدر نقول لك ان الى عندك فوق 14 حاول توجد قبل بسيمانه، يعني لانه معهد اللي رائع. حاول توجد قبل. شنو تقدر توجد في هاد يعني بالنسبه اللي بغيتي دوز الكونكور؟ ممكن انك تاخد واحد النظرة عامة على يعني شنو كيوقع في الحياة دابا، ثقافة عامة. ممكن انك تدخل غير شات جي بي تي ويعطيك اسئلة اللي هما اللي كتثقف بهم راسك. ممكن تلقى الشبيه ديالهم، يعني في الشبه ديالهم تلقاهم في الكونكور، لان الامتحان كيكون عبارة عن كوسي ام، يعني غير كوشي. وبالتالي في الكونكور في السنة الماضية كنا كنلقاو أسئلة في الثقافة العامة، كنلقاو على مثلا على الكرة، في الرياضة، أسئلة في الطبخ، أسئلة في يعني تلقى أسئلة حتى في سؤال كانوا يسولونا على كعب غزال، المهم المكونات ديالو. يعني ثقافة عامة بصفة عامة. هذه من النصائح اللي انك تقدر تمشي دير. النصائح اللي نقدر ننصحك بهم، انا وقعت فيه هذاك العام، يعني غلط وقعت فيه. انك تمشي تاخد واحد، يعني تمشي تعطي واحد الوقت للكولتور جينيرال، تعرف شات جي بي تي يقدر يعاونك بهذا المعنى هذا. كاينه الماده الثانيه وهي الفرنسيه، اللي قلت اعلى نقطه عند يعني اعلى معدل او اعلى معامل عند بالنسبه اللي بغى يدوز الشفوي، عنده الفرنسي عنده عليها 40 نقطه. بالنسبه للفرنسيه كيكون غير مرادفات ديال الكلمات بالفرنسيه او المرادفات ديال الجمل، او لا كيعطيك واحد ثلاثه يعني كما قلت كو ام تيعطيك واحد كيعطيك واحد ثلاثه الكلمات كيقول لك شنو هي الخطا فيهم شكون اللي صح. يعني كانت عندك غير شويه د الفرنسيه. ثاني شيء انك تكون كتعرف تصريف الافعال. انا كنركز هنايا، كنطلب منكم انكم تمشيو تراجعوا كيفاش كيتصرفوا الافعال، كيفاش، لان السنه الماضيه لقينا بزاف
التصريف ديال الكونجيكيزون ديال مثلا هاد لو طون هذا، الكونجيكيزون ديال هاد لو طون هذا، كيعطيوك اختيارات انت كتخش على وحده فيهم. هذه بالنسبه للفرنسيه. كذلك بالنسبه للانجليزيه نفس الشيء، مرادفات، وكيعطيوك ايضا التصريف ديال الافعال. يعني الا كنتي ضابط هاد ثلاثه د الحوايج، راه وكنتي خليتي على امتحانات ديال، يعني وانا ان شاء الله غنحاول انا نحطهم ونبارطاجيهم مع الشخص اللي غادي يحطهم لكم في الموقع. أه امتحانات، تدرب على كو سي ام، تدرب على تعرف كيلتور جينيرال اكثر، تعرف الفرنسيه والانجليزيه اللي طون اكثر. ثاني شيء اللي نقدر ننصح به، وهذا غلط يعني، هذا ماشي غلط وانما هذا باش كيقدروا يفوتوك ناس اخرين، انهم في الاخر ملي كتسالي داك الكونكور الكتابي كيعطيك واحد الورقه انك تعمرها. ديك الورقه شنو الورقه؟ كتعمر فيها اللغات اللي عندك انت، بما انه معهد ديال السياحه، راه كل ما كان عندك لغات اكثر كل ما عندك حظوظ انك تدوز. كيعطيوك واش مثلا عندك اللغه الانجليزيه واش بيان، واش يلاه بديتي كتعلمها، واش يعني زيرو في ديك اللغه. كذلك الفرنسيه، كذلك تقدر لغات اخرين، طليانيه، اسبانيه، ايطاليه، اسبانيه. هذا هو يعني اللي باش قلت لكم ان باش كيفوتوك واحدين اخرين. اننا داك العام انا كشخص كنقولها لكم، كنت درت الانجليزيه يعني مويان، فرونسي مويان، في حين انني كنشوف ناس اخرين اللي معايا كيدوزو كنلقى عندهم ايطاليه، عندهم اسبانيا. يعني هنا كيكون فرق. وبالتالي يعني طبعا ماشي غير دير اي لغه بغيتي تما صافي باش يقبلوك. راه ملي غدوز الشفوي اكيد غيهزو ديك الورقه بها غيسولوك بدوك اللغات. فاللي نقدر نقول لك انا، باش تمشي تدوز، لا باس انك تاخذ واحد المعلومات كافيه على مثلا الانجليزيه والفرنسيه، وتزيد واحد اللغه اخرى مثلا ايطاليه ولا اسبانيه، باش هكا كتقوي الحظوظ ديالك انك تدوز للشفوي. هذا غلط. انا يعني كان عندي زائد انا غلط، ما بريباريتش مزيان بحكم السفر، بحكم انني ما كان عندي كونكور اخر قبل، ما عرفتش وقت، وبحكم الطريق. كنتمنى انني نكون عطيتكم نصائح اكثر حول المعهد العالي للسياحه. نتمنى انكم ديروا بهذه النصائح وتمشيو توجدوا، لانه كما قلت معهد فيه افاق كثيره. والايجابيات حتى اللي يعني بالنسبه للبنات او بالنسبه للدراري اللي كيقولوا ان طنجه بعيده عليهم او لا، انا طنجه بعيده عليا بزاف. يعني الا جيت نبقى نشكي عليكم كاين اشكال. المعهد يعني اللي زيت فيه الداخليه، وبالتالي هذا شيء ايجابي بالنسبه لا للبنات لا للدراري، واكثريه البنات. يعني الا عندك النقطه، عندك كل شيء وجدتي انا راه كنقول لك سيري، لان فيه الداخليه، فيه بزاف د الحوايج ما يعني داك البلان ديال انك تكري والمصاريف الى اخره ممكن ما تطيحش فيه. مره اخرى، أه كانوا هادو هما النصائح الخاصه بالمعهد العالي للسياحه. كاين شعبه اخرى ديال ليكونومي، وهي يعني بالنسبه للادبيين 14 ماناجمنت توريستيك عندهم غير ماناجمنت توريستيك. بالنسبه للايكونومي عندهم ماناجمنت توريستيك كيدوزو معانا، وكاين ايكونومي ايضا عندهم واحد الشعبه اخرى وكيهزوهم على 12. يعني كانت عندك 12 كدوز الكتابي، فوق من 12 كدوز الكتابي، ميزه المستحسن كدوز الكتابي. على اي كنتمنى ان يكون فدتكم بهذه المعلومات اللي عندي، بهذه التجربه اللي عندي. كان معكم طالب يعني شعبة أدب، شهادة البكالوريا عنده ميزة حسن و14 في البكالوريا. أي واحد عنده 14 كنصحو أنه يدفع، لأن التسجيل قرب يسالي فيه غير في 4 أيام، وفيهش داك العذاب أنك تعمر الوراق وتصيفطهم في البوسطة بحال داك السنة الماضية اللي وقعنا فيها حنايا. مرة أخرى كنشجع أي واحد أنه يمشي يدوز وما يديرش سبب البعد، ما يديرش سبب، لأننا كنا دوزنا الكونكور في ديك الثانية ظهرا، يعني في جوج العشية. ما كاينش مشكل، يعني تقدر تجي حتى الصباح عاد تجي لطنجة وتمشي دوز في العشية، ما كاينش مشكل. مرة أخرى نتمنى أن اللي شاف هذا يعني اللي شاف هذا الفيديو هذا أنه يكون عنده حظوظ أكثر أنه يتقبل، سواء في هذا المعهد هذا اللي كنتمنى أي واحد يتقبل فيه أو معهد آخر. وشكرا.